أهلا بيكم. أنا نوح، وده كتاب نوح. كل الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي في حياتي ما كانتش صدفة ولا هتكون، وده من وقت لما لقيت الكتاب أو هو اللي لقاني. بصراحة صعب إن أنا أشرح لكم الموضوع، بس اللي أقدر أقوله إن الأيام العادية تلاشت. حاليا أنا بعيش كل يوم مغامرة مرعبة، وبكون مضطر إن أنا أكملها للآخر. الرسائل اللي بتوصلي من الكتاب عاملة زي فزورة، وطبعا الفزورة محتاجة حل، ولو متحلتش يبقى الحكاية مش هتخلص وهتفضل مكملة. ودلوقتي خلينا ندخل على حكاية الليلة، واللي ابتدت معايا برسالة بعتها لي الكتاب. والرسالة هي: من مات لم يغادر المكان، والعين التي لا ترى هي التي تعرف طريق الخروج. كالعادة الرسالة غامضة، بس الأكيد إن وراها حكاية، وحكاية مرتبطة بعالم الجن. في اليوم ده خرجت ورحت الصيدلية اشتري دواء للصداع، والصدفة خلتني ان انا اشوف مازن. ومازن ده كان زميل ليا في الجامعة، وللأسف بعد الجامعة افترقنا وكل واحد فينا راح لطريق مختلف. هو اختار انه يدرس الطب، وخصوصا الطب الشرعي. لما شافني سلم عليا واتكلمنا شوية، وبعدها عرض عليا ان هو يوصلني بعربيته. ركبت معاه وكانت كل حاجة طبيعية، لحد لما فجأة وهو بيسوق ضرب فرامل. العربية وقفت وهو مرعوب، وبعدها نزل بسرعة وقعد يلف حوالين العربية وهو مرعوب. نزلت وراه وانا بسأله بفضول: ايه مالك يا دكتور مازن، انت كويس؟ مازن لونه كان مخطوف، مسح وشه وبعد كده طلع من جيبه قرص برشام واخد منه حبة. قربته وانا بحاول اطمن عليه. ساعتها قال لي: انا كويس، انا كويس، مفيش حاجة، بس ممكن تسوق بدالي وانا هفهمك كل حاجة واحنا في العربية. وفعلا اخدت المفاتيح ودورت العربية ومشينا. ساعتها هو اتكلم وقال: انا بقالي يومين مش عارف انام، وحرفيا بقيت عايش على المهدئات، وكل ده بسبب جثة كنت بشتغل عليها. الجثة لراجل ستيني، لقوه محروق ومتفحم. الغريب ان الاعضاء الداخلية للراجل ده كانت سليمة، وشقته كمان ما كانش فيها اي اثر للحريق. ما كانش فيه حريق غير على الكرسي اللي كان قاعد عليه. صاحب الجثة كان باصص للسقف وبقه مفتوح، وزي ما يكون ولع وهو في مكانه. حتى العلامات الحيوية بتاعته بتدل ان هو متعرضش لأي اذى، ولا كان متأيد ولا اي حاجة. ودي حاجة غريبة جدا، لان اللي معروف اللي بيولع صعب قوي انه يفضل مكانه، وصعب كمان ان هو يفضل قاعد ومسترخي بالطريقة دي. المصيبة الاكبر بقى ان من وقت ما شرحته وانا بشوفه في كل حتة. انا من ثواني لما ضربت فرامل كنت شايفه واقف قدامي بنفس هيئته. انا بجد هتجنن ومش لاقي حل للموضوع ده. لما سمعت الكلام اللي قاله مازن انا ما قدرتش اسيطر على فضولي. ما انتوا عارفيني، الفضول هو اللي بيحركني. خففت من سرعة العربية وانا بسأله ايه اللي حصل بالظبط وهو بيشرح الجثة، واللي قاله ساعتها كان صعب انه يتصدق. مازن كمل كلامه وقال: في البداية انا شغال في المشرحة دي بنظام الورديات، وشغل يومها كان وردية ليلية. كنت لسه مخلص ورديتي ولقيت رئيس القسم بيكلمني، وكان بيطلب مني مخصوص ان انا اشرف على تشريح الجثة. حاولت يومها اعتذر بس هو رفض،
وقال لي إنه جاله أمر من النيابة بتشريح الجثة دي في أسرع وقت، وهو طبعا شايف إن مفيش حد غيره هيعرف يعمل كده. وفعلا الجثة وصلت مع 2 عساكر. طلبت من المساعد اللي معايا إنه يدخل الجثة دي أوضة التشريح ويستناني هناك. واللي حصل بعد كده إن في واحد من العساكر دي قال لي حاجة غريبة قبل ما يمشي. قرب مني وقال لي بهمس: حاول تشغل قرآن وانت شغال في الجثة دي. استغربت كلامه، هشغل قرآن اللي هو ازاي يعني؟ وقتها قلت ببالي ده اكيد عسكري لسه جديد في الشغلانة وعلشان كده قلبه رهيف. ده انا اشرح اي جثة اسهل بكتير عندي ان انا اشرب شوية مية. المهم دخلت على غرفة التشريح، لقيت الجثة نايمة على ترابيزة التشريح ومتغطية بملاية بيضة. الادوات وكل حاجة تخص التشريح كانت جاهزة ما عدا المساعد بتاعي اللي غطس ومعرفش هو راح فين. ومن غير ما اطول قربت من الجثة ورفعت الغطا عنها. دماغ الجثة كانت مرفوعة لفوق. لبست نضارتي وبدأت أعاين الجثة. الجذع بتاعها كان سليم تماما ومفيهوش أي جرح. كان في حروق من الدرجة الأولى ودي مستحيل إنها تسبب الموت. كمان لاحظت إن الجلد اللي فوق كان محروق بطريقة غريبة أوي. نضوج الجلد كان متساوي، يعني الجلد كله اتعرض لحرارة متساوية. أخدت المشرط ولمست بطن الجثة علشان أفتحها. لاحظت إن الجثة دافية، تحسها لشخص نايم مش ميت. ومن كتر ما شكيت إن هي حية بدأت أقيس النبض والإشارات الحيوية. لقيت كل حاجة فيها بتقول إن هي جثة. مسكت المشرط وبدأت أمشي عليها، وهنا الراس لفت ناحيتي وبصت لي. رجعت لورا وأنا مرعوب. فضلت باصص للجثة وأنا بلمس الحيطة. كنت عايز أخرج ساعتها. لاحظت إن عيون الجثة بتبصلي ومتابعاني وبيبصلي وهو بيبتسم. خرجت من الأوضة بسرعة وأنا بترعش، معرفتش أشرحها. رحت مكتبي وأنا بحاول أهدى شوية لحد لما حصلت حاجة خلت دماغي تلف أكتر. المساعد بتاعي دخل يقول لي: إيه يا دكتور ماز، أنا هفضل مستني كتير كده ولا إيه؟ لو مش هتشتغل قول علشان أمشي، الوقت اتأخر خلاص. بصيت للمساعد وأنا مش فاهم قصده إيه. قلت له: مستني إيه؟ رد عليا وقال لي: ما أنا مستنى حضرتك في أوضة التشريح يجي من ساعة كده. قمت وأنا متعصب وبقول له: أنت كداب، أنا كنت هناك من 10 دقايق وملقتكش. المساعد قعد يحلف أيمانات الله إن هو كان هناك. ده حتى شاهد عم محمود اللي مسؤول عن مفاتيح التلاجة. ما كنتش مصدق كلامهم، وخصوصا إن عم محمود كان ضرير. هو صحيح تحس إن هو مفتح، بس برضه في الآخر هو أعمى. لما دكتور مازن كان بيتكلم الموبايل بتاعه رن. كان رئيس القسم بيتصل بيه علشان كان في أمر طارئ، وطلب منه إنه يجي المشرحة ضروري. وعلشان صاحبكم نوح فضولي حبتين وغاوي بهدلة قررت أروح معاه المشرحة. في البداية دكتور مازن رفض، ما كانش حابب يدخلني في حوارات ملهاش أي داعي. بس تقول إيه بقى، الفضول قتل القطة. ما عرفتش أخبي حماسي إن أنا أروح هناك وأعرف باقي الحكاية. ورحنا فعلا ودخلنا. مازن استأذن مني وراح لمكتب المدير، وأنا كنت قاعد في أوضة الأطباء مستني مازن يخلص. هنا دخل عليا راجل يجي عنده بتاع 50 سنة كده. جسمه كان هزيل وكان لابس نضارة شمس. قلت بيني وبين نفسي: ايه الهبل ده، ازاي حد يلبس نضارة شمس والدنيا مليلة كده؟ قطع تفكيري صوته وهو بيقول: يا ابني النضارة اللي انا لابسها دي مش لابسها شياكة مني، انا لابسها عشان انا اعمى، يعني مش هيفرق معايا ان كانت الدنيا ليل ولا نهار. بصراحة لما الراجل قال كده الدم نشف في عروقي. ما كنتش قادر افهم هو ازاي قدر يقرأ افكاري. هو ان كان ضرير فعلا ازاي قدر يميز مين اللي كان في الأوضة؟ وخصوصا ان انا كنت قاعد هادي ومطلعتش اي صوت. الراجل فضل باصص ناحيتي لثواني لحد لما زهق من سكوته وخرج. بيني وبينكم انا وقتها تنحت وما كنتش عارف اقول له ايه. بعد ثواني دخل مازن وهو متضايق. سألته: حصل ايه؟ رد عليا وقال لي: مش فاهم ايه لازمتها تفضل الجثة دي هنا. انا مش مستريح يا نوح، حاسس ان صاحب الجثة ملازمني ومعايا طول الوقت. لا، واللي زاد وغطى بقى الاستاذ المحترم طلب ان انا اعيد تشريح الجثة من تاني. وقال ايه؟ ووصل له طعن بالتقرير منه، يعني صعب يتصدق. انا مال انا ان كانت الجثة دي غريبة ولا ملبوسة ولا ايه حكايتها؟
مازن قعد قدامه وهو متنرفز، فلقيتني بقول له طب بقول لك ايه، ما تيجي نخش نشوف الجثه دي بتقول ايه. مازن بصلي باستغراب وهو بيقول لي والنبي يا نوح تسكت، علشان الوقت ده مش وقت هزار اصلا. ساعتها شرحت له ان انا مش بهزر وبجد انا حابب اشوف الجثه دي، ودي كانت اول مره في حياتي اشوف جثه بتتشرح. المنظر كان مقبض، حسيت ان هي هتصحى. مازن كان معايا وبنبص للجثه لحد لما قلت له انت هتبتدي تشرحها تاني امتى. اول لما قلت كده دماغ الجثه لفت ناحيتي وبصيت لي. اتفزعت وانا ببص لمازن وهو بيبتسم وبيقول لي قلت لك يا صاحبي، بس انت اللي كنت مصمم تجيب لنفسك وجع الدماغ. قابل يا عم بقى، انا رأيي تمشي وانا هبلغك الاخبار اول باول، بس ادي رقمك لعم محمود، ده قاعد في اخر اوضه في الممر. لما رحت للاوضه اللي قال عليها دخلت لقيت نفس الراجل ابو نضاره كان قاعد ومستني. ساعتها سلمت عليه واديته رقمي علشان يديله الدكتور مازن، وقبل ما اخرج لقيته بينادي عليا وبيقول لي خلي بالك من نفسك يا ابني. جملة عادية بس برضه تبان غريبة وما كانش في وقتها. افتكرت الكتاب وساعتها قلت لنفسي هو انا هلاقيها منين ولا منين. وصلت البيت ورميت نفسي على السرير وانا ميت من التعب، ويدوب ثواني وسمعت اكني في حاجة بتتحرق. فتحت عينيا وانا ببص في الأوضة لقيت الراجل اللي شفته في المشرحة واقف قدامي وبنفس هيئته، بس الفرق هنا ان جثته كانت مولعة. كان عمال يقرب مني وما كنتش قادر اتحرك خالص. الجثة مستمرة في المشي ناحيتي لحد لما وصلت عندي، رفعت ايديها ومسكت وشي، ومع لسعة النار صرخت وانا بقى من فوق السرير. فتحت عينيا ولقيت النهار طالع، واكتشفت ان انا عشت كابوس، او ده اللي كان متهيألي. لما قمت من على السرير لقيت اثار لونها اسود، كانت اثار رجلين وزي ما يكون كانت ماشية على فحم. نضفت الاثار دي وانا حاسس بقبضة في قلبي، ده غير اثر الحروق اللي شفته على وشي. كنت هتجنن، معقول يكون اللي شفته امبارح ده حقيقي؟ طب ازاي؟ ما كانش عندي حل غير ان انا افتح الكتاب، ولما فتحته لقيت رسالة بتقول الجانب السيء منك لا يموت ابدا، انما يذهب حيث مثواه الاخير. رسالة تانية ومش قادر افسرها. عدى اليوم ده بصعوبة، كنت بشوف جثة الراجل الزفت المحروق ده في كل حتة. مرة شفتها في انعكاس المراية، ومرة وانا راكب عربيتي ولمحت الجثة قاعدة ورايا، حاجة تخليك تحس بالرعب وعدم الراحة. واخر مرة شفتها كانت عندي في البيت. اول لما رحت في النوم لقيت الغطا بينسحب من عليا، وكل لما اشد الغطا الاقي حد بيشده من الناحية التانية. الموضوع ده خلاني فوق وانا حاسس بالخوف، ده غير التقل اللي حسيته على رجليا. رفعت راسي وببص لقيت حد ماسك رجليا ودماغه عمالة بتروح يمين وشمال، وبحكم ان الدنيا كانت ضلمة ما عرفتش اشوف ملامح الكيان ده. بدأت احاول ان انا المس الكومودينو اللي جنبي علشان اجيب الموبايل واشغل الكشاف، وهنا حسيت بايد باردة مسكت دراعي بقوة. كنت عايز اسحب ايديا بس معرفتش. قاومت لحد لما قدرت اسحبها بالعافية واقوم اقف بعيد عن الكيان ده. المرعب ان موبايلي كشافه اشتغل لوحده، او زي ما يكون في حد موجهه ناحيتي. ما كانش في قدامي حل غير ان انا اقرا قرآن، واول لما عملت كده الموبايل اتحدف في وشي بقوة. شلته وانا بوجهه للمكان اللي اتحدف منه. ساعتها شفت الجثة وهي واقفة وهي مبتسمة. فضلت ثابت مكاني لحد لما الجثة اختفت. من اللحظة دي قررت ان انا لازم ارجع المشرحة من تاني، لازم احاول احل لغز الجثة دي، يمكن ساعتها اتخلص من وجودها في حياتي. وحصل. اول لما النهار طلع جهزت نفسي علشان اروح هناك، وقبل ما اخرج قلت اخد لمحة بسيطة كده من الكتاب يمكن يساعدني. والمرة دي الرسالة كانت لا تقترب من جسد الشيطان فهو محرم، ودية الاقتراب الموت. قفلت الكتاب وانا متضايق جدا.
كل رسالة كانت أغرب من اللي قبلها. أخدت بعضي وطلعت على المشرحة. أول لما دخلتها لقيت الدنيا مقلوبة، ناس بتعيط وناس بتصوت وناس بتجري. واللي عرفته يومها إن مازن مات. ما كنتش مصدق اللي سمعته. مات إزاي؟ اللهم الاعتراض. دخلت أشوف بنفسي، وساعتها لقيت مازن على ترابيزة التشريح. كانت ملامحه بتوحي إن هو شاف حاجات مرعبة قبل ما يموت. بطنه مفتوحة وأعضاؤه الداخلية كلها بره، والدم مالي المكان. حتى السقف. انهارت تماما من المنظر. ولما البوليس وصل شمع المشرحة كلها، وطلب كمان تفريغ الكاميرات الخاصة بالمكان. أما أنا فأنا كنت قاعد أترعش من منظر مازن وحالته دي. قطع تركيزي صوت عمي محمود وهو بيديني المية وبيقول: خد يا ابني اشرب المية دي وحاول تهدى، ده أمر ربنا، والدكتور مازن ما كانش بيؤمن بيه للأسف. بصيت لعم محمود وأنا بسأله: أنت تقصد إيه؟ أقصد إنه بيؤمن بالعلم، ولما قلت له حصن نفسك بذكر الله رافض، وادي النتيجة قدامك. عم محمود قال لي كده ومشي، وأنا فضلت مش فاهم معنى كلامه لحد لما عرفت سبب وفاة مازن. يومها ولما البوليس خلص تفريغ الكاميرات، اتضح ان مازن دخل الأوضة غصب عنه، او زي ما يكون في حد غير مرئي سحبه جواها بالعافية. مازن كان بيقاوم وبيحاول يهرب لحد لما وقع واتسحب بطريقة غامضة جوه غرفة التشريح. ما كناش مستوعبين اللي بنشوفه لحد لما شاشة الكاميرا بدأت تترعش، وبعد كده وبدون مقدمات التسجيلات كلها انحذفت. كانت حاجة غريبة جدا وغير منطقية وخلتني في حيرة. رجعت البيت وانا بسمع جملة واحدة: الدور جاي لك يا نوح، وهتحصل صاحبك قريب قوي. ده غير ان انا كنت بشوفه كل لما كنت اعدي في طريق كنت اشوف الجثة المحروقة واقفة وبتشاور لي. بدأت ايأس. وصلت البيت ودخلت وانا شامم ريحة لحمة محروقة. فهمت انه حضر وان انا لازم استعد. مسكت ورقة وقلم وكتبت كل الرسائل اللي بعتها لي الكتاب. قعدت افكر واحاول اربط الاحداث، وللاسف ما كنتش بوصل لاي نتيجة. وكل لما كنت الاقي خيط ابدأ منه تحصل حاجة تشتتني. مرة خبطة، مرة اسمع حد بيهمس جنب ودني. فضلت كده لحد الصبح. يومها اجلت كل حاجة وطلعت على المشرحة. وصلت هناك ودخلت، وكان هدفي ان انا اقابل المدير يمكن يساعدني. ساعتها حد قال لي: خلي عم محمود يدلك على مكتبه. استغربت وانا بقول له: اخلي واحد اعمى يدلني؟ وقبل ما الشخص ده يرد عليا سمعت صوت عم محمود وهو بيقول لي: يا ابني شوف بالقلب مش بالنظر، ساعات في طرق كتيرة تتوهك وانت مفتح، انما انا بحفظها بقلبي، وبعرف كمان الاقي طريقي بسهولة حتى وانا مغمض عينيا ومش شايف. لما عم محمود قال كده انا افتكرت اول رسالة، وهي: من مات لم يغادر المكان، والعين التي لا ترى هي التي تعرف طريق الخروج. ساعتها ارتحت. مسكت فيه وانا بقول له: انا في عرضك تساعدني. فضل متنح ومش فاهم حاجة لحد لما حكيت له على كل اللي حصل. ابتسم وقال لي: اطمن، كلها كام ساعة وهترتاح. سألته: هرتاح ازاي والجثة دي بتطاردني؟ رد عليا وقال: لما صاحب الجثة يدفن شره هيزول. كلام عم محمود كان اشبه باللغز. خلاني اطلب منه انه يحكي لي بوضوح اكتر. ساعتها رد وقال لي: يا ابني الجثة اللي انت بتشوفها واللي تسببت في موت صاحبك كانت جثة ساحر كبير، والمعروف عن السحرة اللي زي دول ان هما بيطلسموا اجسامهم بطلسم، والطلسم ده بيخلي القرين يتحرر ويعمل بلاوي متلتلة، وبحكم ان القرين مش بيموت فبكده بقى يبقى تايه لحد لما صاحبه يدفن. بعدها بقى هو يروح يلازم قبر صاحبه ليوم الدين. فهمت بقى ليه بقولك كلها ساعات قليلة وهترتاح؟ للأمانة في اليوم ده كلام عم محمود أقنعني، وخصوصا إني افتكرت باقي الرسايل واللي بتقول: الجانب السيء منك لا يموت أبدا، إنما يذهب حيث مثواه الأخير.
الجانب السيء هنا معناه انه قرين، وهو مش بيموت انما بيتحبس مع صاحبه في القبر. اما معنى الرسالة الاخيرة فانا متأكد ان اغلبكم فهم معناها، واللي ما فهمش خليه يفتكر مازن اللي شرح جثة ساحر ملعون محدش عارف هو مات ازاي. اما بالنسبة لجثة مازن فالتقرير النهائي بيقول انه اتشرح وهو لسه صاحي، واستمرت عملية التشريح دي لأكتر من نص ساعة لحد لما مازن فارق الحياة. يومها رجعت البيت وفضلت طول اليوم أقرأ قرآن لحد لما الليل ليل. ساعتها كنت قاعد على السرير وانا ببص على الشباك، شايف ملامح الجثة وهي بتبصلي بعيون فاضية، وكمان كان بيبتسم ابتسامة عريضة مليانة شر. معرفش ازاي قدرت انام، ومع طلوع النهار صحيت وانا حاسس ان انا مرتاح. قمت غسلت وشي وفتحت الكتاب، لقيت جملة واحدة: يمكنك أن تستريح الآن. ساعتها فهمت ان الحكاية خلصت خلاص، وده اللي أكده عم محمود. وعلى فكرة عم محمود عاش عمره كله أعمى البصر، لكن ربنا عوضه ببصيرة عظيمة. المهم بعد ما الساحر ده اندفن حياتي رجعت لوضعها الطبيعي، والحمد لله كل حاجة بقت تمام. ولحد هنا تخلص حكاية الليلة، واستنوني في حكاية جديدة ورسالة جديدة من كتاب الأسرار. تصبحوا على خير.